ازيكم عاملين ايه؟ انا اميرة، عندي 38 سنة ومطلقة بقالي سنتين، وسبب الطلاق ان انا مش بخلف، وعايشة انا ووالدتي بس في البيت، وبابا متوفي، وما عنديش غير اخت واحدة بس ومتجوزة. المهم الفترة اللي فاتت كانت من اصعب ايام حياتي، لاني كنت بتعالج نفسيا ودخلت في حالة اكتئاب، وكمان كنت بعاني من الحرمان الشديد. المهم في الفترة دي أنا كنت بتعالج ومتابعة مع دكتور نفسي، والدكتور نصحني إني أتعرف على أصحاب جديدة أو أخرج كتير. المهم إن أنا ما أقضيش وقت في البيت. وبالنسبة للعلاج اللي كنت بجيبه كان غالي جدا، فكنت بجيبه من الصيدلية وبقسطه، وكنت بجيب العلاج من دكتور على أول الشارع عنده صيدلية اسمه دكتور خالد. فضلت اسحب منه علاج لحد ما بقى لي 5000 جنيه، ومعرفش حد قال له حاجة عليا ولا ايه. فجأة كده اتصل عليا وقال لي انا عايز ال5000 جنيه حالا، وانا بصراحة ما كانش فيه اي امكانية ان انا ادفع له ال5000 جنيه مرة واحدة، لاني لما اتعاملت معاه كنت متفقة ان انا هقسط له المبلغ. والموضوع بدأ يكبر، وبدأت ادخل في مشاكل كبيرة معاه، لحد ما كلمت واحدة صاحبتي اسمها إسراء. ولما اتكلمت مع إسراء وحكيت لها المشكلة، بصراحة هي ما أثرتش خالص، وقالت لي إن شاء الله محلولة. وبصراحة بعتت لي أخوها، سدد لي الفلوس كلها. وبعدها بكام يوم كده اتصلت عليا قالت لي إن أخوها هو اللي دفع لي الفلوس. أخوها ده عنده حوالي 21 سنة وكان خاطب. المهم أي حد بيكون خاطب بتبقى الظروف على قدها، يعني اللي جاي على قد اللي رايح، لأن مصاريف الخطوبة بتبقى كتيرة. المهم إني بدأت أنزل أدور على شغل، لأن إسراء هي وأخوها كتر خيرهم إنهم وقفوا جنبي، فلازم أشوف أي شغل أسدد الفلوس اللي عليا. المهم نزلت اشتغلت حوالي 10 أيام، وعملت في ال10 أيام دول 2000 جنيه. ولما كلمت إسراء عشان أديها الفلوس قالت لي ده أخويا مسافر، لو كده خدي الرقم بتاعه وبعتيله الفلوس على الرقم بتاعه. قلت لها مفيش مشكلة، اديني الرقم وأنا هتواصل معاه وهبعتله الفلوس. ولما تواصلت مع أخوها بالليل علشان أبعتله الفلوس قال لي خلاص تمام ابعتيها على الرقم ده. المهم كلمت أخو إسراء وبعتله الفلوس بالليل، وبدأ يسألني أسئلة غريبة، اللي هو أنت جبت الفلوس دي منين؟ فلما بدأت أتكلم معاه قلت له إن أنا نزلت أشتغل علشان أسددك. قال لي خلاص أنا مش عايز منك فلوس تاني. فقلت له لأ مش هينفع، أنت راجل خاطب وعليك ملتزمات. قال لي يا ست اعتبريها مساعدة مني، أنا ظروفي كويسة ومش عايز منك فلوس تاني. المهم برضه نزلت كملت شغل وعملت 1000 جنيه تاني، وحاولت أتواصل معاه أكتر من مرة علشان أبعتها له. هو رفض تماما وقال لي أي فلوس هتبعتيها هرجع أحولها لك تاني. المهم إن اسمه كان كريم. في آخر المكالمة قلت له أنت فعلا كريم زي اسمك. وبصراحة بدأت أرتاح معاه في الكلام، كنت كل يوم بتصل أطمن عليه، رغم إنه كان خاطب بس كان دايما بيشتكيلي من خطيبته، وبيقولي إنها استغلالية وطلباتها كتير، وإنه مش مبسوط معاها وبيفكر كمان يفسخ الخطوبة. فبدأت أقنع فيه، بقوله لأ خلاص يعني أنت اعمل محاولة تاني، جرب مرة كمان. وأنا من جوايا بصراحة كنت بحسدها عليه، لأنه كان شاب جميل وكان شغال شغلانة كويسة وقبضه كان كويس، يعني خطيبته كانت هتعيش ملكة بعد الجواز. المهم أخدنا فترة كبيرة نتكلم مع بعضينا. الموضوع أخد حوالي أكتر من شهرين. في الشهرين دول هو كان مسافر، ما كانش نزل البلد. فاتفاجئت بيه مرة واحدة ان هو بيتصل عليا بيقول لي انه فسخ الخطوبة. بصراحة كان يعني شعوري متلخبط شوية، مش عارفة اتبسط ولا ازعل. في النهاية قلت له خلاص طالما انت كده مرتاح مش مشكلة. المهم بقى من ساعة ما فسخ الخطوبة والمكالمات زادت جدا، بدل ما كنا بنتكلم مثلا نطمن على بعضينا 10 دقايق ولا نص ساعة كل يوم، لقيت المكالمات بتاخد ساعتين 3 4. وفي ليالي كنا بناخدها من أول الليل لحد الصبح واحنا بنتكلم. وأنا بصراحة بدأت أتعلق بكريم، لأنه فعلا كان شخص كريم جدا وكان جميل. وفاجئني بعدها إنه نازل أجازة من الشغل وبيقول إن هو هيقعد شهر. وكمان كنت دايما بشكيله من التليفون بتاعي لأن شبكته كانت مش كويسة. قال لي أنا هجيب لك تليفون معايا، وفعلا كريم نزل من السفر وجاب لي تليفون معاه، وقال لي عشان اديك التليفون لازم اجيلك عشان اعلمك عليه.
وانا عادي يعني التليفون تاتش زيه زي اي تليفون، يعني اي حد بيعرف يستخدم تليفون تاتش يعرف يستخدم اي تليفون تاني، فسهل يعني هعرف اتعامل مع التليفون. بس بصراحة كده من جوايا انا كان نفسي اقابله واقعد معاه. المهم قلت له عادي يا كريم، تعال عادي علمني على التليفون. فكريم اصلا بيته جنب البيت بتاعي الحيط في الحيط، فبدأنا ندور على طريقة ازاي نقعد مع بعضينا. البيت بتاعنا 3 ادوار، انا بنام في الدور التاني وامي بتنام في الدور الاول. فكريم قال لي انا هجيلك من فوق البيت، لان الحيط في الحيط زي ما قلت لكم، اللي بينا حيطه قصيره. قال لي انا هعدي الحيطه وهنزلك تحت عادي، بس الكلام ده مش هينفع يكون في النهار طبعا، لازم يكون بالليل علشان محدش يشوفني وانا بنط الحيطه. قلت له مفيش مشكله عادي، شوف انت هتيجي امتى واتصل عليا ونظبطها مع بعض، وانا اشوف امي هتنام امتى علشان محدش يلاحظ ولا يحس باي حاجه. واليوم ده اختي كانت عندنا وكانت هتبات يومين، فقلت له خلاص نأجل الموضوع لحد ما اختي تمشي وبعدين نظبط وتيجي. قال لي خلاص تمام مش مشكلة. المهم بعد ما اختي مشيت اتصلت على كريم وقلت له انا مستنياك. الكلام ده كان في حدود الساعة 12 بالليل، وفعلا كريم جه وجاب لي التليفون معاه، فقال لي جاهز عشان اعلمك؟ قلت له انا جاهزة. بصراحة قعد جنبيا وانا قعدت جنبه عادي يعني، ففتح التليفون وبدأ يعلمني فيه. قلت له انا عارفة كل حاجة في التليفون، بس انا بصراحة يعني مبسوطة ان انا شفتك ومبسوطة ان انا اتكلمت معاك وقربت منك اكتر. المهم انه قعد نقول لي الحسابات بتاع التواصل الاجتماعي من التليفون ده للتليفون ده، وينقل لي الارقام. اخدنا اكتر من ساعتين واحنا قاعدين بنحكي مع بعض، وهو بينقل لي بيانات التليفون ده للتليفون الجديد. بدأت ارتاح لكريم جدا، وبصراحة هو كان اسلوبه حلو وبيجبر اي حد يحبه. وفي الوقت ده انا كان بقالي اكتر من سنتين مطلقة، فكنت محرومة وكان نفسي احس احساس ان انا متجوزة تاني. بعدها سبت كريم قاعد في الأوضة لوحده، والشيطان بدأ يلعب في دماغي، وقلت انا نفسي كريم ينام معايا النهاردة، بس طبعا انا هخاف اطلب منه حاجة زي كده لاني مش هعرف ردة فعله هتكون ايه. المهم قلت اجيبها له بطريقة تاني، فقمت من جنبه وسبته لوحدي قاعد على السرير، ورحت غيرت الهدوم اللي انا لابساها وخدت شاور، ولبست قميص نوم قصير جدا، وبصراحة يعني كان مبين حاجات كتير، وما كنتش لابسة تحت القميص اي حاجة. ورحت قعدت جنب كريم، فبيقول لي انت خلعتي ليه؟ وايه اللي خلاك استحميتي في الوقت ده؟ مش خايفة احسن تاخدي برد؟ قلت له لا عادي، الجو كده كده حر. وبدأت ملامح وشه تتغير ونظراته ليا تتغير، وقال لي طب تعالي اقعدي جنبي. فلما رحت قعدت جنبه بدأ يحط ايديه على كتفي وبيقول لي ايه الحلاوة والجمال ده، انا ما كنتش اتخيل ان انت تكوني كده. وقعد اكتر من نص ساعة يقول لي كلام حلو، وفجأة ايديه بدأت تتغير، يعني بدل ما كان حاطط ايديه على كتفي بدأ يمسك صدري. ودخلنا بقى في المداعبة وقعدنا اكتر من ساعتين وهو يبوس فيا. وانا بصراحة كنت محرومة، والله العظيم انا ما صدقت ما لقيت واحد زي كريم، برغم ان فرق السن كان بيني وبينه اكتر من 17 سنة، بس فعلا كنا متفاهمين جدا. واللي وصلنا لمرحلة التفاهم دي ان احنا قعدنا فترة كبيرة نكلم بعضنا في التليفون. المهم بقى بدأنا نعمل علاقة حقيقية، وكريم ده طلع عنده خبرة ولا عند واحد عنده 50 سنة، لانه من كتر الخبرة والاوضاع اللي كان بيعملها لي وكان بيبقى عنيف معايا جدا، بقيت اقول له يخرب بيتك، هو انت كنت متجوز قبل كده؟ ده كان بيخلي صوتي يجيب اخر الشارع، وانا بصراحة ما كنتش متحملة لانه كان بيبقى عنيف معايا جدا. وبرضه السبب التاني اللي ما كانش مخليني متحملة هو ان بقالي اكتر من سنتين ما مارستش العلاقة. المهم ان كريم خلص اليوم ده مع حوالي الساعة 5 الصبح، وخلاني جبتهم اكتر من 4 مرات، وهو كمان جابهم مرتين ورا بعض وما كانش راضي يرحمني، لدرجة اني كنت بقوله كفاية حرام عليك، يقول لي مش شبعان منك. وانا كمان بصراحة ما كنتش شبعانة لان كان بقالي سنتين محرومة. المهم عدى وقت كبير والعلاقة دي دامت كتير جدا، لدرجة ان كريم كان بيجيلي كل يوم، وفي ايام كتير كنا نتقفش فيها، بس الحمد لله كانت بتعدي على خير. وكريم بدأ يطلب مني طلبات غريبة، ببص الاقيه داخل عليا جايب لي معاه برطمان عسل ابيض، بيقول لي انا عايزك تدهني صدرك كله عسل ابيض. وانا بصراحة كنت بحب اجرب اي حاجة جديدة، فكنت بعمله اللي هو عايزه.
وبصراحة كان بيمسك صدري يقطعهولي، والعلاقة بتاعتنا لحد دلوقتي دايما، يعني احنا دلوقتي داخلين على اكتر من سنة ونص. كريم يعني ممكن يجي في الاسبوع 4 مرات او 5 مرات، ده لدرجة ان الفترة اللي بيبقى عليا فيها البريود ما ببقاش قادر احوش كريم عني. وكان بيروح دايما في الفترة اللي بيكون عندي فيها الدورة الشهرية، بيجيب حاجة اسمها توبس من الصيدلية علشان يقدر يعمل معايا علاقة. وعدى وقت كتير جدا واحنا برضو مع بعض، وفجأة اهل كريم اجبروه ان هو يخطب ويتجوز. وفعلا ما عداش وقت كتير وكريم خطب، وقعد اكتر من 6 شهور خاطب واتجوز. في ال6 شهور اللي كان كريم خاطب فيها دي كانت علاقتنا برضو مستمرة، كانت دايمة يعني ما كانتش واقفة. وانا بصراحة من كتر حب الكريم ما كنتش عايزة حياته تقف، وكنت بشجعه دايما انه يخطب ويتجوز ويستقر ويعيش حياته، بس كنت دايما خايفة انه يسيبني. وكل ما ارجع افتكر ايام الحرمان والايام اللي كنت بقضيها لوحدي بترعب. ودلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه، لانه الايام دي بيشكر لي في خطيبته جدا، ودايما بينزل يفسحها ويشتري لها اللي هي عايزاه، وحياته بدأت تستقر فعلا. بس انا خايفة جدا جدا جدا، خايفة بعد المدة اللي قضيناها مع بعض دي كريم يستغنى عني، رغم ان كل كلامه ليا وعود. انا ما اقدرش اسيبك، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا بعمل كده بس علشان اراضي اهلي، فانتم انصحوني اعمل ايه، لاني بجد خايفة جدا. ولحد هنا وصلنا لنهاية القصة. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد.